رجل مسلم شتم الله تعالى بأقبح وأشنع ما يتصور من الألفاظ والعياذ بالله تعالى، وهو في تمام عقله وإدراكه، لكنه لم يعلم بأن هذا الشتم والسب لربه جل وعلا مخرج له من ملة الإسلام، وإنما كان يظنه من المحرمات دون المكفرات. السؤال بارك الله في علمكم، آمين. قبحه الله. آمين. هل يوجد هذا كافر. جزاكم الله خير. السؤال: هل يوجد من علماء أهل السنة من يعذره بمثل هذا الجهل، أي الجهل بكون هذا الشتم الفظيع لا ينفعه والسب الشنيع يخرج من ملة الإسلام؟ أم هناك إجماع على عدم عذر من سب الله تعالى بمثل هذا الجهل؟ أنت الذي سببت الله؟ لا. أنت الساب؟ لا أبدا، أعوذ بالله من الشيء. أردت لح جدا في البحث. لكن إخوة هنا أشكل عليهم. اليهود يعرفون الله والهنادق والنصارى ويعظمونه. نعم. والسب ينافي هذا التعظيم. لو كان في قلبه الخبيث توقير لله لما سب هذا السب. طيب الإخوة عندهم إشكال في قضية العذر بالجهل. أنا عندي هذا ما يعذر فيها، هذا ما هو جاهل فيها. طيب ما هو جاهل. صح. هل هناك إجماع على عدم العذر بالجهل في هذه المسألة؟ لا أعرف إلا الإجماع على تكفيره. بارك الله فيكم. حياك الله. جزاكم الله خير، ما أحسن الله إليكم.